عشق جورج المدير من أول نظرة وقدسه، وأصبح أكبر شكام في الشركة. جنده المدير كجاسوس يكتشف الغامض والمثير ويرصد له كل تحركات العمال. يستلهم جورج تقنية رصد المعلومات من المخابرات الروسية، حيث يوصلها بسرعة البرق ساخنة لسيده المدير. علميا هناك حشرة مجهرية في جسمهم تحثهم على الشكامة. يكتب جورج أسماء المتأخرين، كما يصور كل من يهرب باكرا ليبيع للمدير. يلعب بعينيه مثل الثعلب، يحمل الذل والرخص من أجل سيده المدير. يعتبر نفسه ابنا للشركة ويحبها أكثر من والديه. في العيد يعيد ابني على المدير في منزله، ثم يتصل بهاتفيا. يبدأ جورج العمل دائما قبل الوقت ولا يخرج حتى الليل. قبل بداية الدوام يغسل جورج سيارة مديره. لم يسبق لجورج أخذ ورقة أو سيالة من الشركة. أخطر من هذا فإنه يدفع ثمن الأجندة التي تهديها الشركة للعمال في بداية العام من جيبه. بفضل تفانيه في الشكامة سيطر جورج على جائزة موظف الشهر المثالي في السنوات الأخيرة. كتب جورج الشكام اسمه بأحرف من ذهب في عالم الشكامة كواحد من خيرة الشكامين المحليين، حيث تعاقب المدراء وبقي الشكام واحدا.